يسعد أوقاتكم متابعيني الغاليين. اليوم حبيت أورجيكم هاي صينية البطاطا بفروج. شوفوا ما شاء الله شلون العظمة طلعت من الفروجة وهي نازلة نيفة. خليني أقولكم التتبيلة شلون أنا بعملها. أول شي بحط بالصحن 4 معالق لبن كبيرة، بعدها بضيف معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة بهار أبيض، معلقة صغيرة بهار حلبي، ومعلقة صغيرة زنجبيل، ومعلقة كبيرة كزبرة اليابسة كتير بتعطيها طعمة طيبة. بعدها بضيف معلقة كبيرة دبس فليفلة، وكمان معلقة كبيرة دبس بندورة، وأهم شي زيت الزيتون بيعطيها طعم كتير طيبة، بين 3 ل4 معالق زيت الزيتون، وعصير ليمونة كاملة. ولازم نضيف لها كوب المي لحتى تصير معنا الخلطة منيحة وتتماسك مع الفروج والبطاطا. وبالأخير بحط معلقة كبيرة خل مشان الزناخة. بجيب الفخد طبعا بنكون نحن غاسلينه. بعد ما نخلط كل مكونات التبلة مع بعض بنجيب الفخدات بعد ما نكون غاسلينه منيح، وبنحطهم بالتبلة وبنغطيهم وبنحطهم في البراد. هلا انتو بصير تعملوها بنفس الوقت اكيد ما بيأثر، ولكن وقت اللي بتتبلوها قبل بليلة او قبل ب3-4 ساعات هيك بتضمنوا انه التبلة تفوت لقلب الفروج وبتتعشق كلها في قلبها وبتعطي طعم كتير كتير طيبة، غير وقت اللي بتكون مثلا انه نحن عاملينها وحاطينها فورا بالفرن. هلا اكيد طيبة للمستعجلين ما في مشكلة، ولكن اذا بتعملوها قبل كم ساعة او قبل بليلة بيكون افضل بكتير، بتحطوها في البراد. هون بنكون نحن مقطعين بطاطا لشرائح مثل ما نكون شايفينها، ولازم تكون شوي سميكة لحتى ما تفرط معكم اثناء الشوي. بعد ما تستوي يعني منعيف شوي من التبلة ومنتبل فيها البطاطا. يعني انتو بعد ما تبلتوا الفروج التبلة اللي بتزيد بتعيفوها للبطاطا، وبعدها بتتبلوها فيها وبتحطوهم كلهم بالبايركس او بصينية الفرن اللي بدكم تستعملوها. هون بما انه السلوفان بيأذي اذا بنحطه مباشر على الاكل، فانا هون جبت ورقة زبدة ندوها شوية مي وحطوها فوقه، وبعدها حطوا السلوفان وحطوها بفرن محمى مسبقا على 180 درجة. انا هون اخذت معي 1.5 ساعة، وممكن تاخد معكم 2 ساعتين على حسب الفرن اللي عندكم. وطلعت لكم هالصينية اللذيذة والشهية مثل ما لكم شايفينها بالفيديو. يعني ما شاء الله عن جد البطاطا التبلة فيها كتير لذيذة، الفروج مستوي وخالص منتهي، الأكلة طيبة طيبة، حتى الصوص هذا اللي عم بتشوفوه بيطلع رائع كتير طيب. وجنب الفروج ببطاطا كتير بيلبق عصير الليمون مع الثوم المدقوق، كمان جربوه مع شوية زيت حلو يعني زيت الزيتون بيطلع روعة. وإذا أول مرة بتشوفوا الفيديو تابعوني على هالقناة لتشوفوا أطيب وألذ الوصفات.